السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير على خير ودائما صحه جيده يا رب. مرحبا بكم في القناه في يوم جديد ووصفه جديده. اليوم البنات غنشارك معكم هاد بقلاوه او دي سيجار او محينشات بكاوكاو. كيجيو رائعين البنات. اسهل حلوه هي هذه، يمكن لك توجدي، كتجي سهله وبريستيج، شي حاجه زوينه البنات، والمذاق ما نقول لكمش البنات بنينه بزاف. اي واحد كيبغيها، مطلوبه بزاف عندي في الطلبيات، كيبغيوها الناس بزاف. غادي نشاركها معكم باسهل طريقه، ما تندموش البنات الا جربتوها. خليكم مع المقادير، طريقه التحضير، ويلا نبداو. هنايا البنات غادي نحتاج الكاوكاو محمر في الفران، محيده ليه القشره بطبيعه الحال. عندي تقريبا 700 غرام او كيلو الا ربع. عندي 3 معالق ديال السكر سنيده. هنايا عندي شويه ديال المسكه الحره مع السكر ثقيل دقيتهم. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره عامره ديال الزبده حيوانيه من الاحسن. عندي رشه الملح وشويه ديال ماء الزهر. هنايا البنات كاوكاو كما قلت لكم غادي نطحنوا جوج طحنات، الطحنه الاولى والطحنه الثانيه. غادي نزيد عليه شويه ديال السكر وغادي نطحنوا، والعناصر اللي بقات غادي نخليهم من بعد. هنا غادي نستعن بالربع البنات. غادي نطحنوا كما قلت لكم الطحنه الاولى ضروري كتهرمش هي هذه، والمرحله الثانيه غادي نطحنوا عادي حتى يتعلق او يتنيل مزيان. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هنايا صافي البنات راني طحنته في المرحله الاولى. المرحله الثانيه غادي نزيد عليه رشه ديال الملح والسكر البنات كما شفتوا. هنايا غادي نستعنوا بثلاثه المعالق ديال السكر كافيه، حيت مازال غادي تسقى بالعسل. صافي غادي نخلط هذوك العناصر كاملين وغادي نطحنهم مزيان. الا عندكم البنات تيرموميكس راه من الاحسن كيطحن مزيان. هنايا غادي نوريكم كيفاش خاصو يكون الطحنه ديالو. خاصو يتنيل مزيان البنات باش يخرج كاع هذاك البنه ديالو المذاق ديالو ويكون معلق. صدقوني البنات كتجي احسن. الحلوه ديالي المفضله هي هذه، سهله وزوينه وبنينه في نفس الوقت. هكا خاصو يكون البنات، كنوريكم هنايا في الفيديو. خاصو يكون هكايا معلق مزيان كما كتشوفوا. هنا راه ما فيه لا زيت لا والو، غير الزيت ديالو هي اللي كتعلقو. كما كتعرفوا البنات كاوكاو كيكون ميدم بزاف. هذه اللي حصلنا عليها، هذه الطحنه اللي حصلنا عليها البنات، خاصو يكون هكا بين وبين. غادي تخليوه شويه مهرمش، ماشي بزاف، ولكن يكون من الاحسن يكون معلق وفيه شويه ديال التهرميشه. صافي هنا غادي نزيد عليها ديك المعلقه ديال الزبده والمسكه الحره القرفه وماء قطيرات ديال ماء الزهر. هنا البنات ردوا البال، ما تكثروش ماء الزهر، تقدر يجري لكم الخليط، حيت كما قلت لكم كاوكاو تيكون مدسم اكثر من اللوز، من العقده ديال اللوز. كما شفتوا هذه هي العجينه البنات تنحصلوا عليها. هنا راه دلكتو مزيان حتى حصلت على هذه النتيجه هذه. عطيوها شويه الوقت، دلكوها مزيان. العقده ديال الكاوكاو راه ماشي بحال ديال اللوز. هنايا غادي ندوز للورقه البنات. الورقه هنايا غادي نستعن بهذه ديال الفيلو، كتبقى هذه هي احسن ماركه. غادي نقسمها على جوج كما شفتوا. غادي نديرها في واحد المنديل وغادي نبدا نخدم بها. هنايا كما شفتوا البنات راه واخا تتقطع، واخا هذا غير شويه الصبر معاها. بطبيعه الحال من الاحسن تستعملوها تكون باقا جديده، ما تكونش قديمه شويه، باش تعاونكم في الخدمه. صافي هنايا كما شفتوا كندير كويرات، كنعبر فيهم تقريبا 50 غرام. الوزن هذا هو الوزن العادي، بغيتوا تزيدوا على حسب الاختيار ديالكم. مهم 50 غرام في كل كويره كندير فيها 50 غرام. صافي كنحربلها هكايا، كنحربلها كما كتشوفوا، وكنحطها على الورقه غير بشويه البنات بالمهل. راه غادي تقاد هي شويه مره كتبقى تحل او كتفرتش، ولكن معليش
هي كيما قلت لكم خدموها مزيان، عطيوها الدلك مزيان باش تعاونكم في الخدمه. صافي هنا غادي نحطهم في الطاوه عادي وغادي نكمل الخدمه ديالي، الورقه اللي بقات ليا والحشو. صافي البنات هنا من بعد ما كملت ضروري هنايا البنات تغطيوها، راني كنغطي كنوريكم الغطاء، ضروري تخليوها الا صايبتوها خاصكم تغطيوها باش تبقى لكم رطبه وتعاونكم في التقطاع. هنايا كندوب واحد شويه ديال الزبده، دائما الزبده البنات استعنوا بالحيوانيه، كتجي بنينه وهي احسن زبده، احسن من مارغرين. صافي هنا كندهنها مزيان، كنعمرها مزيان وصافي كندوز للمرحله ديال التقطاع. هنا كنوريكم الموس، خاص السكين يكون حاد مزيان باش يقطع لكم الورقه مزيان. صافي كنبدا هاد الجناب هادو كنحيدهم حيت ما كيكونوش مزيانين في المنظر، وكنحاول نشد القياس. هنايا درت غير عبار بعينيه ميزاني. صافي كنقطع بقطع متساويه. صدقوني يا البنات الا جربتوها راه ما تندموش، احسن حلوى سهله سهله ماله وبنينه ومقرمشه وفيها كل شيء كيبغيها. هنايا الفران بطبيعه الحال الفران راه معتدل، تتخليوها كتعطيوها الوقت الكافي تقريبا 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حسب الفران. صافي كتخرج ديك الساعه كنسقيها بالعسل كما كتشوفوا باش تشربوا. صافي وكنخليها حتى تتبرد وتشرب هذاك العسل. هنايا خليت واحد شويه ديال كاوكاو مهرمش وغادي نزين به على حساب التزيين. صافي البنات هنايا كنزين بوريقات ديال الورد، تزين تيبقى لكم الاختيار. وهنايا البنات راه مازال غادي نحيد هذوك العقده اللي خارجه من الجناب، مازال غادي نقطعها بالموس. وهذا هو الشكل النهائي، كتجي رائعه البنات، زوينه ومقرمله ما تشبعوش منها. هنايا اخر مرحله كنديرها في كويغطات هكا للتقديم. صراحه البنات جربوها ما تندموش عليها، كتجي رائعه وكل شيء كيبغيها والاكثر طلبا كيبغيوها الناس بزاف. هذا هو الشكل النهائي البنات. غادي نقسم معكم وحده كما شفتوا البنات، ضروري تقطعوا ليها دوك الجناب البنات باش يبقى الفينيسيون مزيان وزوينه في المنظر، مقرمله ومعلكه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، واللي خلى تعليق شكرا بزاف. شكرا على المشاهده وبسلام عليكم.